هحكي لكم قصة قرش بيلف في دايرة مغلقة اسمها دايرة جشع. كان في مرة نصاب راح نصب على دكتور وخد منه مبلغ كبير على أساس إنه شغلهوله وكده، بس خد الفلوس وخلع. الدكتور اتضايق وزعل على فلوسه، فحلف لا يرفع تمن الكشف اللي بيكشفه عشان يعوض خسارته. يجي عم عادل الفكهاني يكشف عند نفس الدكتور، يلاقي الكشف زاد الطقطقين. يزعل عم عادل ويقوم يلعب في تسعيرة الفاكهة ويزود سعرها عشان يعوض تمن الكشف اللي أخد مكسب يوم كامل من شغله. فيجي الأسطى محمود يشتري خضار وفاكهة للبيت عنده، يلاقي سعرهم زاد والبيت لازمه الخضار، والأسطى ما يقدرش يستغنى عن الفاكهة، فياخدهم من عم عادل وهو حالف لياخد الفرق من أول زبون هيجي عنده الورشة. وللحظ عربية الأستاذ فتحي تعطل، فيروح يصلحها عند الأسطى محمود، وبعد ما خلص الأسطى ينصدم الأستاذ فتحي من سعر التصليح، فيرجع الأستاذ فتحي عشان يلحق ميعاد درس الكيمياء الخصوصي، وأول ما يخش يبلغ الطلاب إن سعر الحصة زاد. فتخرج بنت غلبانة تجري على أبوها عشان تاخد منه فرق الفلوس، وأبوها موظف غلبان ما عندوش حاجة يرفع سعرها عشان يجيب الفرق، فيبدأ يسرق أو ينصب على حد زي الدكتور اللي في أول الدايرة. وهكذا تكمل الدايرة. جشع واحد يخليه يمد إيده في جيب غيره وياخد فلوس مش من حقه، عشان ربنا يسلط عليه واحد تاني ياخد من جيبه الفلوس اللي لمها. وللأسف اللي بينظلم في النص اللي ضميره صاحي، بس ربنا ما بينساش حد، والقرش الواحد الحلال بمليون زيه حرام.